وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الإنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون من البطون فشربون عليه من الحميم فشربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد ظلمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طعاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح ريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ومسل وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعظم شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح على من أسلفنا صالحون وعلى من وحبب على الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وعلى من أسلفنا الصالحون مثل الجلسة نويناه وعلى ما طلبنا وعلى ما قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحد الورى منطقا وأصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء الله 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 على نور رسول الله 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 النبي حاضرين يعلم علم اليقين النبي حاضرين يعلم علم اليقين أن رب العالمين أفرض الصلاة عليه الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر ودنا له القمر ونزل سلم عليه الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة يا رسول الله الشفاعة يا حبيب الله الشفاعة
لما نديت لبينا أتمنا السمع والطاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة يا رسول الله شفاعة يا حبيب الله شفاعة لما ناديت لبينا أنزلنا السمع والطاعة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه صلى الله خلق عليه. الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى الرضا بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث برز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمن لنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي برز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود
لدى الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تعي اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والرضوان صلى الله عليه من الإيمان قواعد صلى الله عليه ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه سيدنا محمد لفظ الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه وأمره بتبليغ لخلقه من فرده ونفره صلى الله عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه مستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه من نعمة انتصر سرها في البحر والبحر صلى الله عليه الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه في خلة الكمال صلى الله عليه في مواتن الخدمة لله وقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وهبه ويمتد بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه نشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكرهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلق البيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المتلك والحزن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصنام الكريمة والبطون فما من شرب ضام
إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف في موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه. وكان مستقر في الأسلام الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبار فتعلقت همة الراقي من هذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنزل إلى تدوين ما بث من أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر أيام الشهور والسنين صلى الله عليه. التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى السماء وصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحمدا لرب الخصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور سلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجس كفر وحبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر. أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر. يا رب ما كتواصفا بمحمد اغفر لنا يا سيدنا
وفإليكم قلت يا أحباب عودوا كل آماني عليكم يا أهيل الحب جودوا غراما وفإليكم قلت يا أحباب عودوا كل آماني عليكم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والكرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم صلى الله ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء صلى الله عليه قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى قال الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنهم أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه واستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون ما شربته من العالمين صلى الله عليه فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بالتكريم أبي الكريم صلى الله عليه عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله وأمي عليه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمت وشاء بمعونة الله محافظة على حكيات الذرة وسونها صلى الله عليه فحملته برعاية الله
ما ورد عنا حمدا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا تشكو منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمده وقرب وقت برزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك صلوات الله تغشى شرف الرسل اللطائف وتعم الألا جمعا ما بدا نور الكواكب ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائف وتعم ألا جمعا أبدا نور الكواكب ما بدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل للعطائف وتعم الألا جمعا ما بدا نور الكواكب ما بدا نور الكواكب يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل للعطائف وتعم الألا جمعا أبدا نور الكواكب ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خافية
الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل للعطايب وتعم ألا جمعا ما بدا نور الكواكب ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لذنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب جئت من أصل أصيل حل في أعلى الذوائب من قصي ولؤي بذخ المجد بن غالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب واعتلى مجدك فخرا في رفيعات المراتب لا برحنا في سرور بك يا عالي المناكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطايب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب فلكم يوم وجودك ظهرت فينا عجائب بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب قد شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب فلرب الحمد حمدا جل أن يحصيه حاسب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب وله شكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعاجل بالمطالب صلوات الله تغشى
أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت بهذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج صلى الله عليه متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة صلى وما الله من عليه حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات صلى الله عليه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه والودي هذا الحبيب صلى الله على عليه السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب صلى الله عليه الوجود الإلهي على للوجود تسيج والسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تكشف الكناء هذا المستور صلى الله عليه نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه أن ينظر عند وضعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه فحضرا بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه العين وانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فلق سبع الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود منعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى
المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جوار خير مقعد الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا
وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله مؤميا عليه بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين صلى من الله الشهور عليه. شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. صلى وقد الله ورد أنه عليه. صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة صلى الله عليه. تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروز إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت السفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قالت ثم ألبسته وألجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. فاسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس سلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق. صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه. مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه. المؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه. لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. واللوث المحتوي على المعنى الجزر صلى الله إذا دعاه عليه. المسكين أجابه إجابة مؤجلة. صلى الله الشفيق عليه. الرحيم باليتيم والأرملة ولو مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. صلى الله ومن عليه. تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكري تطيبت المجالس
المجالس والمحافل صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية صلى الله عليه وخلق بأشرف خصوصية صلى الله عليه خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه أجملت في وصف الحبيب وشأني وله العلا في مجدي ومكاني صلى الله عليه قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بعنانه صلى الله عليه بسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقاء مولد النبي الكريم صلى الله عليه ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه أن أمسك أئنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسن الختم كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا عشاني والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي كل بيت أنت سكينه ليس محتاجا إلى السرور ومريض أنت عيده قد أتاه الله بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجي وجهك الميمون حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج وجزاك الله خير الجزاء يا منير الكافي بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين
ولما نظم الفكر من درر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأكمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتؤذ ظافرة ولا باب عزته تحوت الرحالة فتغشاها منه الفيوضات نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودة أمانتك وحفيظ سرك وحميل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والموصش بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وزكي كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل الربيب من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنى وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهتم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, majlis kita dihadiri oleh para habaib, para masyayikh, para asatid, para ulama. Alhamdulillah dihadiri pula oleh guru kita Al-Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Mudah-mudahan menambahkan keberkahan majelis kita. Mudah-mudahan insyaAllah akan menjadikan wasilah bagi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majelis ini. Mudah-mudahan kelak kita kumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bil ikhtisar, majelis nikah mulai mangken. Sebelum doa, ibadaki pembacaan kitab karangan Al-Habib Ali Al-Habasyi, kitab Mawaidul Jaliyah, sekarang tinang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi sahibil maulid. Karena eman sekecil untuk mungkin 10 menit atau kurang lebih kita mendengarkan nasihat-nasihat sebakal ayasuh tinang beliau Al-Ustadz Al-Habib Umar Al-Hamid, untuk kita dengarkan bersama-sama supaya oleh kenjaran, oleh ilmu ya, oleh kenjaran maulid marsineka macam maulid habsyi. Terus saya baca karangan Al-Habib Ali Al-Habashi. Nah, karena paling bagus-bagus wa khairu jalis fi zaman kitab, paling bagus-bagus toju perkumpulan, tempat-tempat duduk, tempat-tempat majelis nongkrong kitab, membahas ilmu ya, insyaallah. Terus kebudineka insyaallah bi qudratillah menabi beliau sobung halangan, insyaallah beliau sebakal mengasuh sebelum doa pada untayan kalam mutiara hikmah dari Al-Habib Ali Al-Habashi. Kedua, diumumkan untuk Sabtu boleh laku Jum'ah hadir majelis sesobung uzur, hadir majelis ke Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf Pasuruan. Sandi sepeda motor bismillah, setandi sepeda motor nebeng, bensinnya keduaan berarti ya. Terus untuk Sabtona Sabtu boleh ba'dal isya ibadaki maulid juga pembahasan kitab Ayyuhal Walad. Sekarang tineng Al-Imam Al-Ghazali, saya baca tineng Al-Habib Umar Ibtilumah. Mari kita menghadiri bersama-sama. Kaulah juga insyaallah hadir, panjenengan esok hadir dengan hormat, tenempeng sambian nagelejer 2 minggu sekali. Nah, 2 minggu sekali. Sebagian maulid ampun lebeda, sebagian terbang beda, kita hanya menghadiri eman mumpung beda segelem maca kitab, beda segelem muruk. Beliau bersedia mau saya kanto, alhamdulillah natasyarraf bihudurikum. Kaulah berasa bangga, merasa bahagia karena beliau bersedia. Nah, untuk Sabtu nikah, Sabtu boleh tangeren ba'dal isya lain maulid, terus ibadaki pembacaan kitab Ayyuhal Walad bisa meleh ning koperasi banyak insyaallah ya. Ayyuhal Walad ba'dal isya bi qudratillah hadir engki laku hadir Jumat terus Sabtu nikah Sabtu boleh ning Telawi Umar ning pesarian Habib Syekh bin Abdurrahman As-Segaf. Nam fa ilaihi falyafadhal mashkura. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati para habaib, para kiai, Al-Hajj Muhibullah Khalil, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya membaca kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ceramah beliau hari Senin 1 Muharram tahun 1326 di Masjid Riyad. Al-Habib Ali ceramah bener Masjid Riyad Solo, bener Masjid Riyad Siwun. Beliau mengatakan manusia kalau mau sukses harus mengamalkan Al-Quran.
Yang kedua harus mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Mengamalkan Al-Quran, mengamalkan sunnah, ya fauzah, mereka termasuk orang yang beruntung. Bayar bahri bahal abadi fid dunya wal akhirah. Orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mengamalkan sunnah, dia akan mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Barang siapa yang jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang yang tidak sukses. Kita ini menurut siapa, kata Ibn Al-Habsyi? Norok siapa panjenengan? Banu Jibman. Norok siapa? Nujib da'i syaitan. Norok setan. Menurut siapa? Da'i nafas. Menurut hawa nafsu. Da'i Allah wa rasulih, harus nurut sama Allah dan Rasulnya. Orang yang nurut sama Allah dan Rasulnya tenang hadirin. Kelambine juba, sarungi regone 50.000. Cuma ahli sholat di masjid, ahli zikir, ahli maulid, tenang hatinya. Montor banyak, cuma tidak dekat sama Allah, percuma. Hatinya bakal jauh sama Allah. Dunianya banyak, cuma dia tidak bisa menikmati dunia karena hatinya sumpek. Wa amma ma dhaminal a'mar dha'a balash. Umur ini kalau sudah lewat, bode sing 50. Bahkan ada yang lebih, ada yang 40. Kalau sudah hilang tidak bisa kembali. Engkau wis keriput, Beb. Kepingin lucu pole, Beb, tidak bisa. Saya sudah tua, Beb, kepingin muda lagi, tidak bisa. Engkau bodoh, Beb, kepingin pinter, Beb, tidak bisa. Wa ila mata wa nahnu fil ghaflah. Mau sampai kapan kita lupa sama Allah ini? Sampai ajal. Kadang tuwek layangan sih. Banyak nggih. Bone pacaran Gus nggih, masyaallah. Tak alako sampai isuk nih Kak. Sampai jam 12 bengi layangan. Layangan segede, subhanallah. Nek anak-anak tak orang raja. Ternyata ndak bisa, Beb, kalau anak kecil, Beb, ucul, Beb, anak Beb, mencolot, Beb. Wong tuwek-tuwek neka, Beb, sing layangan, Beb, subhanallah. Kok ndak kesel kok niki? Kam fil hayah. Berapa tahun saya hidup ini? Khamsin. Bede sing 50. Meninggal sudah 50. Wa yakhudhu khamsin fawqaha. Mungkin ada yang lebih 50. Alhamdulillah banyak yang muda ini. Mungkin lebih dari 50. Amalnya apa? Sedikit amal kita, Pak. Nafsu kita yang banyak. Amal kita sedikit, nafsu kita yang banyak. Bahkan panjenengan ndelok jenazah tak sadar sean. Lihat jenazah masih guyon sean. Di kuburan yo guyon, ndelok mayit yo guyon. Mau sampai kapan? Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, di zaman beliau masih kecil, katanya Abdullah bin Husin bin Thahir, ketika saya masih kecil, saya melihat orang-orang yang hadir jenazah nih, semua menangis. Setuju nangis. Ketika saya masih kecil, semua menangis. Yang hadir jenazah semua menangis. Saya tidak tahu mana keluarganya, tak tahu. Mun semangkin, wah, anak guyu, Pak. Oleh warisan lah, bapak budal bisa. Anaknya ketawa. Terkadang kita lihat jenazah sik guyon.
Kiai ini ngomong, mare yai, cul tarik. Allah. Loh ini terjadi bukan di kampung lain, di kampung kita kok. Di kampung kita. Sik zamane wonten Yai Khalil kali Yai Mas yo entek panjenengan, Pak. Mari lihat jenazah, lihat. Oh, iki biyen mangan koyo aku biyen. Ini dulu sholat seperti saya ini. Ini dulu zakat seperti saya ini. Ini dulu hadir majelis seperti saya. Sekarang tangan pun tidak bisa bergerak dia. Sekarang mata pun tidak bisa berkedip. Bakalnya saya yang begini. Saya calon mayit. Harusnya begitu. Habib Ali kemudian mengajak kita untuk tobat. Hadza amun jadid. Dia kan 1 Muharram waktu itu. Ini tahun baru kata Habib Habsyi. Tahun baru Islam, tahun baru Desember nih. Ya, ini 1 Muharram. Qadima alaikum unwu annakum batuqbiluna ala ta'ah wa batu farikuna ma'siyatullah fi. Ini tahun baru kata Habib Habsyi. Niati untuk taat kepada Allah. Niati untuk pisah dari maksiat kepada Allah. Mudah-mudahan kata Habib Habsyi, mudah-mudahan di tahun ini Allah mendatangkan kita kebaikan. Mudah-mudahan di tahun ini Allah mendatangkan kelembutan buat kita. Mudah-mudahan di tahun ini Allah menggampangkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun ini Allah memberi kita ilmu yang manfaat, amal yang ikhlas. Mudah-mudahan di tahun ini Allah ridho kepada kita. Tahun kemarin katanya Pak Habsyi, tahun kemarin dari dosa-dosa kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah mengganti dosa kita menjadi kebaikan buat kita. Mudah-mudahan tahun kemarin yang kita mengamalkan kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikan buat kita. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi ribuan kebaikan. Insya Allah majelis ini menjadi majelis yang manfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fakir mungkin tidak tiap minggu, usbu'ain marrah. Lah tiap minggu kok liane kok ojol nggih. Insyaallah manfaat ya. Minta maaf, saya minta maaf. Terima kasih. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khair. Makasih banyak. Mudah-mudahan dengan ilmu yang manfaat berkah insyaallah. Al-Fakir sedikit menambahi untuk tahun baru Desember ya, para ponan. Tak usah norok patoh orang banyak dalil itu ini banyak pun berkeliaran video-video saya menantang ini dan itu dalil Quran dan hadis. Tak usah. Alaikum bil atiq wa iyyakum bil muhdatsat. Ikuti ulama-ulama sepuh, ikuti ulama-ulama kita terdahulu aslafun as-salihun. Mbak Abdullah Pajaran tak pernah nepos rompet sobung ya. Sampean nama foto-fotonya ya Abdullah Pajaran nyerepos rompet sobung. Habib Syekh bin Abdurrahman Segaf tak pernah konvoi keliling. Alaikum bil atiq wa iyyakum bil muhdatsat. Boleh memperingati tahun baru tetapi dengan doa seperti halnya tadi yang dipanjatkan oleh Habib Ali Habsyi. Nikah cuma tak benar tahun baru Masehi, nikah tahun baru Hijriah. Beliau memperingatinya dengan membanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam terjelek, malam terburuk adalah malam 1 Januari. Tarikus shalah, syaribul khamr, zina wa lain sebagainya. Matur muga kula jenengan slametake. Khusus nak anak sambian saya semua beng tambeng saya semua wet-wet sekone aja lah. Ya. Sambian bahaya nih gitu. Sambian norok memperingati perayaan mereka sekalipun sambian ingkar, tapi sambian menunjukkan norok ngaramiaki. Hati-hati, ridho bil kufri kufrun lah. Naudzubillah. Ridho dengan kekufuran termasuk kufur. Wah macek kerengalah. Ini ke antara na pangeran nih kah? Benar urusan adat, urusan silahkan mereka merayakan. Kita punya hari besar, kita mempunyai tahun baru sendiri, mereka mempunyai tahun sendiri. Tahu saya campur. Tineng bodo orang ceramah gini ceramah gitu. Alaikum bil atiq
wa iyyakum bil muhdatsat. Toro bunte ulama sesoleh, ulama terdahulu cek noro bunte senyaranyar cek bunte sekalipun menarik, sekalipun lebih logis, lebih masuk akal, bener masuk akal urusan iman. Ya urusan iman. Nah gila Habib Ali banyak doa khusus tahun baru, silahkan merayakan, cuma banyak syukur telah diberikan panjang umur. Cuma cek lepas semakin panjang umur berarti semakin semak dek mate. Sampai bila cepon Habib Ali Habib Syekh, sampai bila sampai tua. Cek reng mekol reng mati ki ngelating ibu di. Ya apa kilur ngini kilur jan. La ilaha illallah. Pas sampai bila keadaan ngak nikah ya. Rabbana anfa'na rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatina fi dinina Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusaru fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Sabtu nikah Sabtu boleh ning dalam Habib Umar nggih bawa buku bawa pulpen catet. Nah untuk Jumat nikah Jumat boleh napa Habib diki Rabu bila bawa pulpen bawa kertas catet debu-debu Habib Ali kertas sambian nikah terus selama-lamanya catat kebagus sambian baca bianan sambian nasihat Habib Ali tanggal sekian tahun sekian di majelis ini hebat ya. Jadi ilmu nikah keset wa kitabuhu wa saiduhu al ilmu saidun wa kitabuhu qaiduhu. Ilmu nikah ibarat hewan yang liar dicatat faedah nikah dicatat. Nikah termasuk nalein ke ilmu biqudratillah. Mantar muka pada lancar ngomor sehat wal afiat bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis bisa semak dan matako dekat Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah rabbil alamin.